داخلين يا جماعه على فيلو دلوقتي. يا فيلو ازيك؟ نمانيمو حبيبي عامل ايه؟ تم البس حزامك عشان احط لك المايك. اهلا بيك في عربيتك، بس من فضلك ما تعرفش في حاجه اعتبرها عربيتنا. احنا يا جماعه مقلبين عربيه فيلو في التصوير. متباركه ممكن تاخدها وتجيب حاجه تانية يعني ما جراش احسن شويه حاجات اغسلوها لي طيب اي حاجه. شويه بنزين اي حاجه كده. احنا اي حد بيركب بنقول له قول لنا اصل اسمك، بس طبعا انت سهله. يعني قول لنا اسمك الحقيقي. اسمي الحقيقي فيليب، بس أيوة. فيليب ده يعني عشان كان بيتقال قليل قوي زمان، فبقى حاجه رسمي خالص. فاللي يقول لي فيليب غالبا ما ببصش يعني. ده نفس اللي قالته توتا وهي قاعده. لا توتا بقى فيه توتو يعني توتا بقى الرسمي يعني. ايوه يعني حد مثلا بيتكلم جد جدا كده وبتاع، فهي توتا مش عارف ايه يعني، باعتبار ان هي يعني ده اسمها الحقيقي. فانا يعني زيها كده برضو، بس فيلو بقت فيلو من فيليب. طيب انا متحمس جدا للحلقه. احنا أيوة. معانا كذا تصنيف. فمثلا عندك اشاره حمراء هنتكلم فيه عن لحظات التوقف في حياتك وفي الخدمه ولحظات الانتظار. في عندك شد فرامل، في عندك اضرب العالي عشان تشوف الطريق، GPS وهكذا. فالكروت اللي قدامك دي هتسحب كارت من كل كاتيجوري، يعني في ورقه بيضاء محطوطه بينه وبين الكاتيجوري اللي قبله. هتسحب ورقه وتوريها لنا او تشوفها وتقراها. وليكن نسحب مثلا اول ورقه دي. خلاص مفيش اسئله مكرره خالص. فمثلا الورقه بتاعتنا اتفضل اقرا. الورقه بتقول GPS ملاح GPS. لما تحس انك ضعت توت بتلجأ لمين؟ ايه ده؟ انت مش قلت لي الموضوع هيبقى هزار؟ ما هو فيه هزار، احنا بنهزر كتير، بس عايزين نتعلم بقى حاجات يعني كمان. عايزين نتعلم حاجات. ايوه يا حلاوه. وانت عايزني ارد فعلا؟ يعني لما تحس انك تايه في حياتك، مش بالضروره يكون الموضوع روحي بحت يعني. لو بتحس انك تايه كده، متلخبط، ضايع في الشغل، في الخدمه، في علاقاتك، بتعمل ايه؟ بص، انا شخص عقلاني قوي. يعني اشتغلت شغلي اكتر من 22 سنه في حاجات ليها دعوه بالتحليل مش تحليل طبي بس. أيوة. تحليل المعلومات وحاجات ليها دعوه بابحاث التسويق وكده. فانا شخص بيكلم دماغه قوي. فبرجع تاني ان انا اقعد احلل الحاجه وافكر فيها واقول هو انا مالي ضعت كده ليه؟ مالي حاسس ان مفيش حل، او يعني موقف مثلا حصل ولا كده، ليه مش عارف اتصرف؟ احكي لنا موقف. فجأة مثلا محتاج اعمل حاجة في الشغل ومطلوبة الحاجة دي بشكل معين، وانا مش عارف اتصرف في الشكل المعين ده. بس ده مش معناه ان ما عنديش المعلومة. عندي المعلومة بس محتاج اشتغلها، محتاج اخلصها او حاجة زي كده. فانا علشان برضو شخص مرتب، يعني تلاقيني كده وقفت فجأة، ايه ده يا نهار ابيض؟ طب انا ما اعرفش الموضوع ده، انا تايه، انا هعمل ايه؟ دول طالبين مني حاجات بتاع. فتلاقيني على طول طب واحده هو ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب 1 2 3. طب ما انت عندك 1 و2، لو سالت فلان هيقول لك الحته اللي ناقصاك، و3 ما انت كنت بعت ايميل مش عارف كده. فبكلم نفسي. بس لازم اقول لك ان على المستوى العام انا موضوع الضغط ده بيحصل كتير، بيحصل في الشغل، بيحصل في الحياه العمليه، بيحصل في الخدمه. انا دايما بدور على ان انا ابص لحاجه او اعتمد على حاجه ما بتتغيرش. وانا ما عنديش وما اعرفش حاجه وما اعرفش حد وما اعرفش كيان ما بيتغيرش غير اللي خلقني. مش بفلسف الموضوع، بس كل ما بروح لحاجات احاول اعتمد عليها بلاقي انه الاوضاع بتتغير، المستويات بتتغير، الناس بتتغير، تقييمهم للامور بيتغير، انا نفسي بتغير. فالوحيد اللي ما بيتغيرش هو اللي عملني. الامه كانت بتلعب خلاويص وعايز ترجع الامه. وياما عشت كتير قوي لا ده يبقى اخر حاجه اروح لها، عشان انا عارف ان انا ذكي جدا ولو فاهم وبروح وباجي وعارف الحاجه وعايز اعملها امتى وما اعملهاش. فلما بتواجه في الامور دي اللي فجاه حد مثلا حصل حاجه ولا طلب حاجه ومش عارف اعمل ايه، ببقى فعلا مش عارف اعمل ايه. وما بحبش ان انا اتواجه بمحدوديتي. يعني احنا دخلنا في الموضوع جد قوي، بس يعني لاني لما بخاف وابقى تايه ده معناه ان انت محدود، ان انت ما عندكش حلول. وفي حياتي ربنا بيسمح بحاجات زي كده عشان يفهمني انا هنا انه هو موجود.
ان هو عنده حلول، ان هو عارف، هو ما اتفاجئش، مش زي حالاتي، هو ما اتفاجئش، هو ما بيتغيرش. يعني محبته ثابته، معيته ليا، مسيره معايا كل يوم، الحاجات دي ما بتتغيرش. فاتعلم بقى يعني، فاهم يعني ده بتعلم حبيبي يعني. مش لازم الموضوع يتكرر 16 مره في اليوم عشان مره 17 تروح له يعني. ابتدينا جد، بس يعني انت قلت لي اسحب طب الاولاني. انت تحب تشرب حاجه؟ احنا معانا حاجات هنا ورا، لو بصيت ورا احب اشرب حاجه. هتلاقي في حاجات. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انتوا لا لا، ده شغل. انتاج، ده في شغل جامد. اسحب كارت تاني من كاتيجوري تاني. اشاره حمراء. اشاره حمراء اللي احنا قلنا عليه في الاول، اوقات الانتظار او لما الرب يوقف الدنيا كده. السؤال: ايه اكتر درس اتعلمته وانت واقف مستني؟ هو يا جماعه، هو انا ما بيجيليش غير الحاجات الصعبه. لا ده مش عايزين صعب حاجات خالص، ده جميل. كده يعني في هنقف عند الكشك دلوقتي ونجيب حاجات كده. نجيب شباسي، ممكن شباسي، بتايز، بتايز، وعنده كرايب. عارف كرايب دي؟ لا كريبات. كرايب، انا علموهاني كرايب. كرايب؟ لا انا ما اعرفش. طب عارف انت لما تجيب الاكل وتسرتشه؟ ايه؟ تستريتشو؟ لا تسرتشه. تسرتشو؟ لا ده ما اعرفهاش. سرتش انا من ايام نفرمته، نسطبه حاجات كده بس. نبستره يعني بدل الحاجات الجد دي. ايه اكتر درس اتعلمته وانت واقف مستني؟ طب اولا في اوقات ربنا وقفك كده واداك اشاره حمراء في حياتك الروحيه او العمليه؟ حصل. بيبقى انا عشان شخص بحاول دايما الاقي حلول، وده ما ينفعش ناخد اللي بعده، وده ما ينفعش ناخد اللي بعده، وعندي 7 8 خطط. ففي وقت ربنا وقفني وكل الخطط مش شغاله. يعني انا مش شايف الخطوه اللي بعديها، انا مش شايف بكره هيحصل ايه، هعمل ايه. انا في اشاره حمراء. كان وقت انا فاكر كويس اني كنت سبت شغل، او يعني ما بقتش موجود في شغل لظروف مختلفه، وبعدين ابتديت بقى اقدم واعمل ومفيش حاجه. انا حضرت الوقت ده ومفيش اي حاجه. مفيش يعني وكان يعني احنا بنتكلم بعد حوالي 15 16 سنه، يعني عندي خبره في مجالات، اشتغلت في شركات مختلفه في بلاد مختلفه، يعني عايز اقول مش لسه متخرج فمش لاقي يعني شغل وكده. وبعدين عندي معارف كتير قوي قوي، كله فجاه راح يعني. ده مش اشاره حمراء، انت نزلت من العربيه. لا ما في. طب وبعدين وهنعمل ايه؟ وربنا يسمح في الوقت ده نانو نيفين. انا مش كل حد يركب هنا يقول لي نانو بعد اذنكم يعني. لا نيفين. لا مش قصدي يعني، انت اتكلمت عن نانو واثرت فيها ازاي، وانت دلوقتي بتتكلم هتقول لي نانو. ما هي نانو مراتي، طب هنعمل ايه؟ طب صح. في الوقت ده كان ربنا مديها هي شغل، وانا لا، هو عارف بيعمل ايه. هو ده كان وقت في تغيير كبير ليا، انا عايز يعلمني دروس كتيره جدا، عايز يعمل شيفت كبير قوي في اللي انا بشتغله. ما كانش ينفع يعمل كده غير لما يوقفني تماما، وهو عارف ان انا شخص يعني مفراك. لازم الاقي حلول. مفيش حلول يعني، مفيش. صعبه دي جدا جدا. وعادي، واصلي وعلاقتي معاه كل يوم وكل حاجه. ما كنتش فاهم، اقول يا رب انا مش فاهم. طب يعني انت يعني غاوي؟ طيب يعني ما انا مش فاهم. طب ليه؟ طيب الظروف تبقى صعبه كده ومفيش شغل والدنيا واقفه. كان وقت مش بس بيعلمني ان في تغيير مسار هيحصل قريب، لا بيعلمني الوقت ده انه حبيبي انت لازم تفهم ان اللي انا بديهولك ده مش بتاعك. واللي فاكره في جيبك برضه ان انا اشطر مني في حته. لي الورق اللي معانا ده على الفلوس يعني، ده ورق. والعربيه دي حته كده صاج يعني. والمكان اللي ربنا مديهولك، نشكر ربنا على ان في مكان وبتاع ده، دي مش حاجتك. ده هو بيديها لك عشان يشوف انت هتعمل ايه في الكلام ده، هتتصرف فيه ازاي. مفهوم او مبدا الوكاله مبدا صعب قوي عليا انا. لا وعلى اي حد على فكره، ان انت فجاه تحس ان انا اللي بنيت ده بمعونه الرب وهو اللي اداني بس. الوكاله دي وقعت حساب وكالتك ده بعدين بس. يعني الوكاله دي مرعبه برضو شويه، ان انا يبقى عندي الحته دي مش بتاعتي، بتاعت الله. وطبعا والدرس الثاني برضو الواحد ساعات بيخش كده، طب يا رب احنا يعني هو احنا انت بتحاول تأدبني مثلا يعني؟ ما احنا ما انا عايش معاك وبنخدم هو احنا يعني رحنا بوظنا الدنيا. ربنا احكم بكتير قوي. فاتعلمت لما وقفني، لما اداني الاشاره الحمراء دي، انت بتثق في مين؟ في ايه بحبها قوي 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 تقول كده في امثال
3 5 و6. توكل على الرب بكل قلب. بكل المشكله في كل انا بتوكل عليه في شويه يعني حاجتين الحاجات اللي انا 3 مش دي كده. بقى تبعي، لا كل. وعلى فهمك لا لا تعتمد. تعتمد. طبعا فهمت ليه، لان هو اللي مديني الفهم ده. في تاني كل طرقك اعرفه كل، وهو يقوم يعني مش يمكن ساعات يسترها معاك لا هو يقوم. دي هو هيعمل ده اكيد. فدي كانت ده كان موقف، وفي كذا موقف تاني بس ده موقف اشاره حمراء يعني صرف. خالص يعني. ده انت اركن على جنب بقى. وقف بقى معلش. يلا بقين ونخش في اللي بعده. حاجات لا متكلفين. لا متكلفين. فيلو بالمناسبه مش اي حاجه بياكلها ومش اي حاجه بيشربها. احكي لنا كده معلش محتاجين نقول للناس على الحته دي، عشان انت من الاشخاص يمكن انت وحد تاني يعرفه في حياتي اللي نفس الحاله دي. عامل صيام طول السنه. صايم كده. مش قوي كده. انا مش باكل لحمه حمراء يعني. بقالي احنا اتجوزنا من 22 سنه وشويه. بقالي 21 سنه ونص كده مش باكل لحمه حمراء. ايوه. السبب اهبل قوي. انا عشت في حته غير مصر. انا كنت باكل لحمه في كل حته وفي اي وقت، والصبح وليل وعصر، وبحب اللحمه يعني. مفيش ما شفتش يعني حاجه معديه من قدامي مثلا ضايقتني فقلت يا نهار ابيض. لا ما عنديش كده خالص. مش عشان يعني حقوق الحيوان ولا حقوق الحيوان ولا مثلا انه صحيا. لا مش ده اللي ابتديت يعني. ما كانتش دي البدايه. بس غالبا دقت طعم لحمه قفلك. بالعكس عجبني جدا جدا، لدرجه اني لما مشيت من المكان ده واروح اي مكان تاني خلاص. طب يعني لما ترجع للمكان ده رحته مره وبرضه خلاص. برضه نفس القصه. انا بحب الطبيخ. انا بحب اطبخ. نانو قالت لنا. نانو قالت لنا. وانا عارف ودق. وبعمل لها يعني. انا ممكن اعمل لحمه بس ما اكلهاش. انا بطبخ بريحه يعني. انا اعرف الحاجه دي حلوه ولا لا، نوعها وكده بالريحه يعني. فانا مش باكل لحمه حمراء. مش باكل بيض، او يعني اكل البياض بس مثلا مره كل 5-6 شهور. مش باكل كوش البيض دي برضو جديده عليا دي. باكل سمك. بحب السمك قوي. احب اكله اكتر. ولسه مستني تاخدني السويس. ايوه. بس مش باكل بقى مشتقاته بقى، جمبري وكابوريا ومش عارف ايه الحاجات دي. ما تلاقينيش خالص. مالكش في السي فود، ليك في سمك بس انت تبعي. بس سمك. انا باكل اي حاجه في اي حته، بس السمك ليه عشق خاص يعني. دلوقتي طبعا مع تقدم العمر يا فيلو الحاجات المقليه لازم اخد بالي. الحاجات الحراقه، الحاجات السبايسي لازم اخد بالي يعني. قللت قوي. بحب الحاجات دي بس يعني باكل شويه صدور فراخ قليل قوي. بس يعني انا عايش على فول وطعميه وبرنجان وبرارس وحاجات زي لازم اقول لك على البطاطس. لا قول لهم هم. انا عارف. لانه قالت على البطاطس. لا انا اللي عارف البطاطس، بس ما حدش يعرف عن البطاطس. انا يا جماعه بحاول يعني لازم بس انت خليك بص. أنا بحاول اعيش كده اولويات. بحاول. ربنا هنا، نانو هنا، كاميرا شايف نانو هنا. البطاطس تحت نانو على طول. مش مقليه، اي بطاطس. انا قربت اكلها نيه بطاطس. ولو اختلفنا مثلا في حاجه ولا بتاع هي عارفه انا مش بقولش من وراها. بطاطس تيجي فوقها، وبعدين اي حاجه تانية بقى شغل خدمه كده. انا بسال يعني خدام كتير واسس كده السؤال ده، بقول هل في بطاطس في السماء؟ بهزر يعني. الحقيقه الردود اللي بتجيلي انا مش هتكلم في الموضوع ده. بطاطس. استنى معانا بطاطس. معناش بطاطس كده. معانا دوريتوز وكده بس ده بيتعب معدتي. لا هجيب لك بطاطس شويه. معانا الشباب في العربيه الثانيه. احنا محتاجين بطاطس يا جماعه، ويا سلام لو فرنش فرايز صح كده، مش شيبسي مش كيس يعني. بص بقى دي هتبقى مقليه بس هتعدي. هتعديها. بعد اذنكم قبل ما ينزل لازم نكون جبنا له بطاطس مهروسه، والا اخد العربيه معايا وامشي. حقه بصراحه وعربيته. بمناسبه الاكل من غير ما نسحب ورقه، الكتاب بيقول ان احنا ما نكونش محمولين بكل ريح تعليم. احكي لي عن الحته دي. هل اي اكل بيتعرض عليك بتاكله، ولا بتنتقي اكلك؟ وازاي بتنتقي اكلك الروحي؟ انا افتكرتك بتتكلم على اكلي الجسدي. لا ما خلاص جبنا اكلي الروحي. انا يعني بعتمد في المقام الاول بعد ما اتعلمت حاجات كتيره ولسه بتعلم ولسه بغلط وكده، على اني اخد كل حاجه بتعلمها او بسمعها في ضوء الكلمه.
واو. يعني ارجع المرجعيه بتاعتي هو الكتاب المقدس. وتعلمت من اكتر من خادم انه ما فيش حاجه اسمها اقرا يعني انا فتحت أسلوب. الكتاب العادي اللي هو مثلا الترجمه بتاعت فان دايك وخلاص. لا، عايز تتعلم حاجه شوفها من كذا ترجمه، وما تاخدش ايه وتطلع بيها بره السياق. بره السياق معين. كويس، احنا شاطرين قوي في الحته دي. وياما انا ايه يعني انوع كده او اطوع ايه او جزء عشان مزاجي. عشان مزاجي. اه وانا يعني عايزه بس هو يمضي او يختم يعني أيوة. وخلصنا. بالمناسبه ربنا ما بيضحكش عليه يعني. في الاوقات اللي انا ببقى عايزه يعمل كده، وانا بحب قوي قوي الايه بتاعت الحق اقول لكم في مواضع جبل انهم كرستوفا اجراهم. كان يسوع بيتكلم على الصلاه، هو اتكلم على كذا حاجه، بس بيقول لهم يا جماعه ما تعملوش زي اللي كتب الفريسيين اللي بيصلوا على جوانب الشوارع عشان يبانوا زمان زوايا الشوارع. لكن وقال لهم الحق اقول لكم استوفى. هو انت مش عايز تبان ان انت شخص كده جامد يلا مبروك خدتها، اتفضل. انما انت عايز علاقه معايا حاجه تانية خالص. نرجع للسؤال بتاعك. السياق او المرجعيه بتاعتي هي كتاب المقدس. انا مش ضد تفاسير مختلفه، بالعكس دي بتساعدني في تطبيقات عمليه. بس انا ضد انه اللي بيقول لي التفسير يقول لي ان هو ده المعنى وخلاص، او ان هي دي المرجعيه وخلاص. لا، انا عندي مرجعيه كلمه ربنا. وده مش سهل، لانه السهل اكتر هو ان انا حاجه اسمعها تعجبني امشي عليها، او حاجه على هوايا انا امشي عليها برضو. بس انا بستقي يعني الغذاء الروحي في المصفى دي، وبقول يا رب ساعدني كل يوم اني اعمل كده. ما اجمل ان الواحد يسمع ويبقى بيقرا حاجات مختلفه ويسمع كلام مختلف. بس عندي زيك، عندي لكن مقياس لكن في حاجه مش مفروض تتغير، في اساس مش مفروض يطلع وينزل بحسب الظروف، وبحسب انا معدي في ظروف صعبه ولا سهله، ولا حتى بحسب الموضوع اللي بيتقال لي. في مواضيع احنا بنحب نسمعها، في مواضيع لا مش عايز اتكلم فيها. لا، المرجعيه فين؟ وده انا بقول يا رب ساعدني انه كل يوم يبقى المرجعيه هي الكتاب، يبقى المرجعيه هي النور اللي بتديهوني من الكلمه. وده مش بيحصل في يوم وليله يعني. التدريب التدريب المستمر، او اني اكبر في علاقتي مع ربنا، عامله زي يعني النهارده احنا بنشوف بعض مرتين 3 في الاسبوع. لو مثلا انت اختفيت 10 سنين اكيد علاقتنا ببعض هتتاثر طبعا. فالموضوع مش كيمياء يعني. نفس الفكره. انا ياما بسمع حاجات وبروح وبتاع، وانا ماشي انا بقول يعني ان انا ماشي على البطاريه، مش بشحن، مش باخد، مش بتحقق. يعني عندي اختبارات من 5 سنين شغال بقى بيها بقى في الخدمه والشغل والشارع والبتاع. انا اؤكد لك ان في الاوقات دي انا بفقد كتير من ربنا عايزني اعيشه النهارده. فهمت. فلازم اشحن البطاريه. احنا قلنا ما بناكلش الغذاء بتاعنا او الغذاء الروحي بتاعنا من اي حته. لكن عندنا مصفى، هي مصفى الكلمه، ومش بتفسيراتي اللي بلوي الحقائق او بطوعها لخدمتي، لكن بحسب الكتاب نفسه بيقول ايه واقراه من كذا حته. ده امر غايه في الاهميه، لان احيانا بنحب تبقى مستحكه مسامعنا، كتاب بيقول كده. ايوه. فلا، الموضوع يبقى مختلف. يا رب تطلع حاجه سهله. دوس بنزين. دوست اهو وبجري. دوس بنزين. هنتكلم فيه عن الانطلاق عامه. السؤال بتاعك بيقول ايه؟ امتى حسيت ان ده الوقت انك تدوس بنزين؟ كنت ماشي عادي. فجاه حسيت لا، ده الدنيا مفتوحه، هدوس بنزين. وايه اللي حصل؟ هل لبست ولا انطلقت في الخدمه، في الشغل، في حياتك الروحيه، في علاقاتك؟ اصل في مواقف الواحد بيدوس بنزين وبيلبس. يعني عادي يعني عادي. اي بني ادم طبيعي يدوس بنزين. لا يعني من اول الحاجات اللي بنشتريها ساعات كتير الحاجات اللي بنشتريها بقى وتلاقي الاعلانات. انا برضو عشان ليا في التسويق بتاع، فانا عارف احنا ازاي
وحاجه بص انت هتجيب المنتج ده انت هتخس 20 كيلو وعلاقتك الزوجيه هتبقى فوق وعلاقتك بربنا هتبقى ممتازه وهتبقى بص ما حصلتش وشغلك هتترقى بكره. طبعا انت نعم منذ استخدمت صامبرز قد نبت لي شعرا حقا. انه عظيم كده يرد عليه. فطبعا ياما اشتريت حاجات يعني طلعت اي كلام. دوست بنزين في حاجات ودوست بنزين بقى في حاجات تانية زي مثلا قرارات معينه انا اللي واخدها. ما هو انا ساعات كتير انا اخد قرارات وبعد كده اقول يا رب يعني انت ليه عملت كده معايا. يعني عندي كتير من ده بس يعني اخد قرارات لاني هعيش في حته معينه وده حصل مثلا ان انا اعيش في حته معينه ومفيش انا لا ضد حد يروح ولا يجي ولا بتاع مش قصدي كده بس يعني قصدي يقولوا انه في اوقات كتيره جدا ساعات باخد بنزين وبنسى فجاه اني اعتمد على باقي الحاجات اللي موجوده في العربيه. طب يا ابني في عربيه معديه في اشاره لازم تقف فيها في ناس معديه الطريق بيخش يمين انت مصر يا حبيبي مش مظبوط مش ده كويس. منظور جديد خالص ما قلناهوش ولا حلقه لغايه دلوقتي. انه احنا دايما كنا بنتكلم عن دوس بنزين فالناس كانت بتتكلم عن انطلاقات في الخدمه وان رب فتح لي الطريق ده وقال لي دوس. المره دي انت بتقول حاجه حلوه قوي ومنظور مختلف تماما انه احيانا ابقى انا حاسس انه هدوس بنزين لا يا حبيبي في حواديه في اشاره يعني لا دوس بنزين بس انا بسال دوس انت واخد بالك وانت دايس بنزين انت ماشي محتاج تمشي على سرعه كام وتروح فين. دوس بنزين بالذات بقى لو انت بتدوس بنزين وانت متاكد انه انت ماشي مظبوط مع ربنا في الحته دي. طبعا ده هيفتح لنا قصه تانية بتسمع صوت ربنا ازاي وكل الكلام ده باختصار شديد باختصار كده صغير عشان هتغدونا ولا معانا. انا بالنسبه لي لاني كنت بعيش علاقتي مع ربنا زي ما كنت بقول لك كده انا باخد قرارات كتيره وادوس بنزين في حتت كتيره او ادوس فرامل في حتت تانية وهو بس يمضي ويختم. فهي علاقتي كانت واقفه كده فما كنتش عارف اسمع مع انه هو زي ما الكتاب بيقول افسس 2:10 انا عمله في فان دايك مش انا تحفته مخلوقين في المسيح يسوع الاعمال صالحه سبق الله فعلها. انا كنت اكره الايه دي لان دي كانت تحسسني لا هو انا عروسه انا ايه اعمال ايه الكلام الفارغ ده. فهمت بعد كده انه اله الكون ده كله اللي عمل كل ده وخلق كل ده بالنظام ده ليه يعني عايز اقول ليه حط لي انا لو انا عايز خطط اعظم بكتير من اقوى حاجه بفكر فيها لو انا عايز اعيش معاه كل يوم. فباختصار شديد اسمع صوت ربنا ازاي اعيش معاه كل يوم يعني اعرفه اكتر تتدرب تسمع صوت اعرفه اكتر مش وقت الامتحانات قرب منه مشكله في الشغل يا رب الحقني مشكله في البيت لا طب والباقي لا ماليش دعوه بيه ما هو كده بقى سانتا كلوز يعني او كده بقى يعني عارف يعني اللي هو الحاجات الدليفري اللي عندنا على التليفون اطلب تمام باي باي. كان في حد خادم بيقول الله الاي تي ام عامل اي تي ام دوس على الزرار يطلع لك اللي انت عايزه من فلوس او اي حاجه تاني. فانا مش ضد ان احنا ندوس بنزين بالعكس دوس بنزين بس خليك متاكد انه انت ان انت بوصلتك مظبوطه ان انت عارف تستخدم باقي الحاجات اللي موجوده عشان تكون بتدوس بنزين في الحته الغلط او تدوس بنزين في حته تعمل حادثه. لكن انا هقول عكسها. انا فاكر في وقت من اوقات في حياتي يمكن حوالي سنه وشويه كده انا اللي كنت دايس فرامل وربنا عايزني ادوس بنزين وفي الحته دي كانت في الخدمه وانا كنت حاسس ان انا غير مؤهل على الاطلاق وده موضوع كبير امتى اوقف وامتى ما اوقفش بس يعني باختصار انا غير مؤهل على الاطلاق اني اخدم ولا ان انا اعمل اي حاجه ليها دعوه وعايش في حته اني ما استاهلش خالص وكل الكلام ده وانا ما استاهلش ولا في حد فينا يستاهل ولا لا يعني واليوم اللي افكر ان انا استاهل فيه يبقى في حاجه غلط. لكن الله كان بيوريني بطرق مختلفه يا حبيبي انا خلاص انا مت على الصليب ليه يعني انا غفرت لك المشكله او الذنب اللي انت حاسس بيه ده من الشيطان. الذنب ده من الشيطان بس انا عملت العمل خلاص يلا نتحرك يلا نعيش. فده العكس انه وقت تاني
انا اخترت ادوس فرامل. طبعا بقى كان في منها كسل واحساس بالذنب، والشيطان يقول لي انت يعني هتعمل ايه يعني انت يعني فاكر نفسك، ويقعد يفكرني باللي عملته. فارجع تاني، لا دوس بنزين جامد، بس وانت بتدوس بنزين خليك متاكد انت ظابط البوصله مظبوط، ظابط الجي بي اس مظبوط، ماسك في ربنا صح. فلما تدوس بنزين تبقى عارف ان انت مش عن اندفاع لكن عن ايمان وارشاد مظبوط للطريق. مظبوط. احكي لي، صح انت عندك بنتين حلوين قوي، اسمهم؟ عندي بنتين اسمهم كلاماتا وعجوه. كلاماتا اللي هو زيتون كلاماتا وعجوه. احنا ربنا ما ادالناش ولاد يعني جسديين. ولادنا احنا جسديين، بس ادانا ولاد كتير قوي في الخدمه. ايوه. اول ما دخلت الفريق دخلت فريق الجونيورز الشباب، وكان فيلو القائد بتاعي، واتعلمت حاجه من فيلو دايما بقولها له. الرب لما بيقول تعلموا مني اني وديع ومتواضع القلب، دايما بشوف ناس متواضعين، بس كنت بشوف ناس ودعاء كتير، ولا سيما لما تبقى في تنشنه الخدمه والقرارات والحاجات، وطبعا سن الشباب وكله بقى ايه، شباب بقى وانا عايز اعمل كذا وانت تعمل كذا. كنت بشوف وداعه غير سلبيه من فيلو. دي حاجه كنت بتعلمها منك الحقيقه، يعني حابب اقولها. فلما انت بتقول لما بتقول لي يا ناس، كان رايي ايه ساعتها؟ طيب لا لما يبقى فيلو عنده لا فيلو كان عنده وداعه في الخدمه، عارف يتعامل مع كل الشخصيات ويمتص غضب الناس والعصبيه وكده، وفي نفس الوقت هو فيرم، هو حازم في امور معينه هنعملها من غير ما اجرح. فكنت احب احكي مع فيلو نتكلم في الموضوع، فانا عارف ان فيلو هيقول راي سديد او هيحاول يشجعني اخد قرار معين من غير ما يلطشني بالقلم. ده بمناسبه انت بتقول عندي اولاد في الخدمه، فهنرجع تاني نتكلم عن عجوه وكلاماتا. سوري قطعت السنه، بس اعمل لك دي عشان الشمس ضاربه فيك. حلو كده حلو، يلا بينا كده. كلاماتا وعجوه. أيوة. لا دول يعني كلبتين. كلبتين. ايوه. وكلاماتا بنقول لها الاولى دي ام عجوه يعني. ايوه. ليه سميتوهم كلاماتا وعجوه؟ الاثنين سود. ايوه. فاحنا بنحب الزيتون الاسود ونانو بتحب العجوه. انا عارف ان هي خلفت 7 او حاجه كده. خلفت 12. عارف التانية بتاعت 12 فاحنا 12 كلاماتا جابت 12. اساميهم انت كنت مسمينهم؟ سوري يا رب سوري. فماتوا 4. ماتوا 4. فضلوا 8 وزعناهم كلهم. عجوه اخر واحده مشيت، وعجوه هي الوحيده اللي نانو قالت لي لو عجوه دي لاي سبب العيله احنا وزعناها يعني كلهم خلاص. اتفقنا. لو رجعت انا عايزاها. طبعا انا حاسس يعني رجعت بعد اسبوعين. كنتوا مسمينهم ايه غير عجوه وكلاماتا؟ لولا يعني عشان كلاماتا اسم تويت فبنقول لولا وعجوه. والباقيين لا ما فيش. مش مسمينهم؟ لا وما يعني ما بتلحقش قوي. لا نانو كانت مسميه بقى حاجات بقى مش عارف زعافه وزعتر ومش عارف كركم ومش عارف بعد اذنك كركم الشيف كركم نعمل مشاكل ومش عارف، وواحده من السود ضلمه وواحده مش عارف. لا نانو طبعا كريديفيتي عاليه جدا جدا. وقتك تسحب كارت كاتيجوري جديد. اسحب كارت. هو ليه الكروت هي ما كانش كده، هي كانت مرتبه بس حضرتك بهدلتوها. شد فرامل. شد فرامل. هل شايف ان الفرامل ممكن تكون بركه؟ تخيل تبقى ماشي في الخدمه والرب يقول لك شد فرامل. اولا قول لنا لو حصل ده معاك في الخدمه او في الحياه، تشد فرامل ده بايدك بقى، مش اشاره حمراء. اشاره حمراء ده مش بايدك. انما شد فرامل ده بايدك. انت شفت خطر فشديت فرامل، او مضطر دلوقتي لازم اشد فرامل واركن. حصل امتى؟ حصل وقت الثوره. احكي لي. وقت الثوره طبعا الوضع كان صعب يعني في بلاد كتيره، بس يعني عندنا الوضع كان صعب، وكله بقى الاشغال اتاثرت وكله قاعد في البيت، وكنا بنقعد اللجان بتاعت بالليل دي نحرس حاجات، يعني الوضع كان صعب قوي. ووقت الثوره يعني جه في ذهني يعني انه طيب يعني احنا ممكن مثلا نتحرك زي ناس كتيره، وانا مش ضد الناس خالص يعني، الناس اللي اتحركت او مشيت او سابت يعني وقت الثوره. سابت البلد. سابت البلد ومفيش مشاكل يعني في الموضوع. انا بتكلم عن نفسي يعني.
فكان الامر الطبيعي هو ان انا على طول يلا هات شنطنا ونتحرك يلا. انا ونانو، وبعد كده نبقى نشوف بقى يعني نرجع ما نرجع، يعني نبقى نشوف يعني. بس الدنيا تهدى، ما احنا عارفين المستقبل احنا فين. برضو عدى الوقت ونسينا الرعب اللي كنا عايشين فيه. احنا كان ناس بقى تحت بيتنا بقى بسنج وحاجات، واللي مقطوع ايده والحاجات، يعني مصايب يعني. كله كان كده. فيعني او حتت كثيره كانت صعبه يعني. الحقيقه انا اللي دوست فرامل وقتها، لاني كنت عايز اطبق الدروس اللي ربنا كان عمال بيعلمهاني قبلها بكذا سنه. الدروس دي ليها دعوه برضو بالعربيه. هو مين السايق، انت ولا انا يا فيلو؟ يعني انت اتعلمت فكره توكل بكل قلبك، ولا لسه بتتوكل بربع قلبك وتلتين قلبك؟ وده كان موقف يهز اي حد الحقيقه، يهز اي راجل مسؤول عن بيت، لانه برضو انت ربنا حاطط جوانا احنا بالذات كرجاله انك انت المسؤول عن البيت، وان هو البقود. البيت مش بس القوت اليوم، بس عن بقود سلام. مش بقود. انت اللي بتقود سلامه البيت وسلامه الافراد والولاد كل حاجه. فالحقيقه في الوقت ده خوف. انا فاكر لا احنا كنا بنعيط. انا فاكر كان في يوم كده معين، احنا اصلا قبليها بيوم كنا بيتنا اضطرينا نبيت بره البيت، كنا بنصور برنامج ما عرفناش نرجع. فاليوم اللي بعديها بقى، وبقول لك ناس تحت وانا طبعا مقفل كل حاجه، حاسس ان خلاص دول هيخشوا يكسروا الباب فاهم، طلقتين نار واحنا. فهدينا كده، وانا فاكر كويس انا ونانو نزلنا كده على ركابنا وقلنا بص يا رب، انت يعني ما سمحتش ان احنا نكون موجودين في الوقت ده في الظروف دي كده اهو خلاص. في سبب، في هدف، في حاجه عايزنا نتعلمها، في حاجه عايزنا نتعلمها او عايز تستخدمنا او حاجه زي كده. وانا فاكر انه بعديها كان في يعني سلام جوه قلبي ما اعرفش اوصفه، وكنت عارف انه مش مني. وفي خلال اسبوعين كان في كلام كتير قوي ربنا كان بيوريهولي من خلال القرايه ومن خلال المشاركه مع الناس اللي بتحب ربنا المختلفه. احنا هنا 60 خد بالك، عشان لو خدنا رخصه هتدفع انت، لو خدنا مخالفه هتدفع انت. من خلال وقت صلاه طويل، ما احنا قاعدين بقى، احنا كنا انا كنت بسهر بالليل احرس ونايم بقى الصبح. فمن اجمل الاوقات اللي كنت بقضي فيها وقت مع ربنا. يعني اتعلمت انه غالي جدا على قلب ربنا ان انا اقول له رب ماذا تريد مني ان افعل، زي ما شاول قال له لما جاب اخره. بس انا اللي اخترت وقتها، قلت له يا رب اديني الشجاعه اني ما اخدش قرار سريع. انا مش انا عارف انه ممكن يكون مش منك، او ممكن يكون لازم اتاكد، لازم اهدى قدامك، لانه دايما القرارات اللي بتتاخد في الاوقات اللي الواحد فيها مرعوب وخايف وكده، يعني في اغلبيه الوقت ما تبقاش قرارات مظبوطه، وما تبقاش مبنيه على اساس مندفعه شويه، اساس صح. خايف، رب البيت مرعوب وخايف لازم يتحرك على طول. لا انا وقتها في خلال اسبوعين قلت ان احنا محتاجين نهدى، وربنا هيتكلم. وبالمناسبه الطريقه اللي بيكلمك بيها غيري لكن ما يعمم والثابت هو انه انت محتاج تقرب منه. ازاي اقرب منه؟ علاقتي اليوميه بيه، الكلمه، الصلاه، الوقت اللي بقضيه معاه، والجماعه المؤمنين. وربنا بيفهمني من خلال الظروف ايه اللي اعمله. وفعلا كان غالي على قلبه جدا انه احنا نعمل كده. واحنا يعني الخطوات اللي خدناها بعد كده هي انه احنا قعدنا وقعدنا نصلي. المجهود الخوف والرعب ده تحول الى صلاه جامده علشان البلد، صلاه عشان ربنا يبارك البلد ويحفظ البلد في الوقت اللي جاي. وانه بص يا فيرو حبيبي، انت مش هتبقى قاعد هنا عشان هتعمل حاجه ما عملها العالم كله ذاته. لا 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 لا، وعايز تمشي وكده، انا برضو هفضل احبك وهفضل الهك. لو انت عايز تبقى ابني، عايز تروح وترجع، هفضل كده. لكن انا غالي على قلبي قوي انه انت اخدت وقت في الوقت اللي يمكن كل الظروف حواليك بتقول لك لازم تتحرك، لا انت كنت بتحاول تتعلم درس معين. ف من شد فرامل لانطلاقه جديده، في اللي يدوس بنزين في حته مظبوطه بالبوصله. هو ده اللي بيحصل. لو دوست فرامل وانت عارف انه انت محتاج تعمل كده في علاقتك مع ربنا، غالبا انت هتتحرك ببنزين سريع،
وهتبقى كلك ثقه انه الخطوه اللي جايه دي خطوه ربنا معاك فيها وسامح بيها. رائع. وعايز اقول اني حتى لو عملت، وانا دايما كل شويه بعمل، كل يوم بعمل حاجات غلط، هو برضه حنان ورحيم وابوابه مفتوحه ليا كل يوم ويعلمني تاني. يعني انا بوصل ساعات في مراحل ان انا نفسي مش عارف احب نفسي، يعني برضه انا بكلم نفسي تاني، مش تاني بقى، تاسع برضه، وهو حبيبي برضه ايه، معلش يا فيلو معاك. يعني نتعلم تاني، يلا أيوة. كمان مره، يلا. لا يفشل فينا. ساعات ببقى سامع جوايا فيلو، اقدر اثق فيك في الحته دي، نعديها مع بعض ولا لسه برضه؟ لسه. وحبيبي حتى لو لسه ماشي، يلا نتعلم تاني. فدي مره من المرات اللي انا شديت فيها فرامل يعني. الانطلاق اعظم واقوى. ايوه. مفيش كارت كده في التهييس؟ ايه؟ اضرب العالي، النور العالي. اضرب العالي، النور العالي. اضرب العالي. ايه اكتر لحظه حسيت فيها ان ربنا بينور لك خطوه بخطوه؟ ايه ده؟ يعني ايه يعني بينور لك قدام رجليك دلوقتي الحته دي، الحته اللي بعديها لما تخلص دي، الحته اللي بعديها لما تخلص دي الى النهار الكامل. انا ربنا بيعمل معايا كده كل يوم في كل حاجه. قصدي اقول هو عارف محدوديتي. لو ربنا قال لي هيحصل ايه الشهر الجاي ولا السنه الجايه، انا ممكن اموت من الرعب. يعني وانا انت حتى افرض حاجات حلوه. طيب حاجه كويس برضه غالبا هتكاسل بقى يمكن اعمل اي يلا بقى ما جايه. اعتقد لو كان ربنا قال لابراهيم ان في يوم من الايام هياخد ابنه وحيده اسحاق يحطه على المذبح، كان هيقول له انا مش لاعب. والفتيه الثلاثه بصوا هيحصل فيكم كذا كذا كذا، وهتروحوا ومش عارف مين، وبعدين هتقفوا قدام تمثال يا شدرخ وميشخ بتاع ومش لا 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 لا. مين يا عم الكلام ده؟ بص انا بشبه علاقتي بربنا ان هي عامله زي السلم والبسطه دي يعني. فدروس تطبيق، دروس تطبيق، وخش بقى اللي بعده بقى الدور الاول الثاني الثالث. فانا بشكر ربنا ان في حاجه اسمها نور عالي يعني بحسب التفسير، يعني انه هو انا بشوف حته بس قدامي، مش بشوف اللي هيحصل بعد 10 سنين 15 سنه. برضو انا مش ضد ده، مش معناها ان ربنا مش بيتكلم ساعات برؤى او حاجات يبينها لبعض الناس لمجد اسمه، يعني لامور معينه هو عارفها. لكن انا عارف ان الاشخاص دي لما بيحصل كده ما حدش بيبقى اللي هو بقى يعني عارف يتغر او يعمل كده. هو ربنا عارف كل واحد واقف فين. وبالمناسبه نفس الاشخاص دول اللي ربنا ورا لهم خطوه خطوه في الكتاب المقدس برضو في اوقات سمح ان هم يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كام خطوه علشان يعرفوا مثلا يقودوا الشعب في الاوقات اللي جايه. لا انا اغلبيه وقتي مع ربنا انا بشكره ان هو انا بشوف حته بس في الحته دي ما بيسيبنيش كده، يعني دايما موجود، دايما المعيه موجوده، لان هو عارف انه لو هو مش موجود انا يعني هضيع، انا هروح في حته ثانيه خالص. شكرا يا فيلو على الوقت الحلو، شكرا ليك يا نمنم. انا استمتعت جدا جدا، وانا قوي وهنستضيفك تاني، وبس المره دي بقى يبقى فيها اكل بقى بصراحه عشان الارداحي ده مش هينفع.